الفيديو ده هنتكلم عن الفرق ما بين الجسم اللي قادر يصلح نفسه بنفسه والجسم اللي مش بيعرف حتى لو جاله شوية صداع ما يعرفش يتخلص منهم. وهنعرف كمان حاجة مهمة جدا، يعني ايه عقل واعي ويعني ايه عقل لا واعي، مين فيهم اصلا اللي بيخليك تتعب ويجيلك مرض، ومين المسؤول عن ان هو يصلح المرض ده ومتبقاش محتاج اصلا انك تروح للدكتور. في الفيديو اللي فات قفلنا على سؤال مهم جدا، هو ايه اصلا اللي بيخلي الخلايا اللي هي سليمة وحلوة وزي الفل وشغالة زي ما ربنا امرها تخرج عن مسارها الطبيعي ويحصل فيها امراض؟ خليني اسألك سؤال مهم قوي، هو قلبك ده بيشتغل ازاي؟ هتقولي والله هو جايله اشارات متوصلة من المخ بتخليه يدق. جميل. طب هو مخك ده بيشتغل ازاي؟ يعني ايه اللي بقى اللي بيخلي المخ يشتغل؟ هو ربنا خلاه يشتغل. طب الافكار اللي بتجيلك جوه مخك دي بتيجي منين؟ وهو ده بالظبط الحاجه المهمه اللي لازم نخلي بالنا منها، ان احنا عندنا حاجه اسمها العقل، اللي كل العلماء بيقعدوا يقولوا لك ده مكانه في المخ، ده مكانه في القلب، ايا كان ملناش دعوه خالص بالقصه دي. خليني اقول لك ان احنا عندنا نوعين من العقل، حاجه اسمها العقل الواعي اللي انت بتاخد بيه القرارات بتاعتك اللي انت عايزها في كل المواقف المختلفه، وحاجه تانية اسمها العقل اللاواعي اللي هو بيبدا يدير جسمك بالشكل المناسب اللي ربنا مبرمج فيه الاوامر زي ما قلناها في الفيديو اللي فات. تعالى بقى نمسك العقل اللاواعي ده ونشوف بيشتغل ازاي. خليني اقول لك باختصار كده ان العقل اللاواعي ده بيشتغل بطريقه من اتنين، اول طريقه هي التكرار، تاني طريقه هي المشاعر. يعني ايه التكرار؟ بمنتهى البساطه الحاجه اللي انت بتعملها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته بشكل مستمر، هي دي الحاجه اللي بتبدا تتخزن في عقلك اللاواعي وتبدا تعملها بمنتهى البساطه والاريحيه. زي مثلا الناس اللي بينزلوا يتمرنوا، هما في الاول بيبقى التمرين صعب عليهم، مره تانية بيبقوا مكسرين، لكن بيلتزموا بيجوا على نفسهم مره ثالثه مره رابعه لحد ما بيوصلوا ان التمرين ده بقى هو اسلوبهم، وطريقه الحياه دي هي الطريقه المناسبه ليهم وبيعملوها بدون مجهود. هيجي حد هنا يقول لي ايه انت كلامك مش مظبوط، لان انا لما بدات التدخين الموضوع ما كانش محتاج تكرار ولا حاجه، من اول ما جربت اول سيجاره والموضوع بالنسبه لي بقى ايه حلو جدا وممتع جدا. وهقول لك ان ده بالظبط اللي بيحصل مع النوع الثاني في التحكم في العقل اللاواعي اللي هو المشاعر. اول مره اتقدمت لك فيها السيجاره او جربت فيها التدخين كنت بتجربه وانت في عقلك اللاواعي قناعه بتقول ان التدخين ده او الدخان اللي انا هنفخه ده هو اللي هيخليني ارتاح من الضغط، اصلا انا عصبي جدا فلما بطلع زهقانتي في الدخان الموضوع بيريحني. فمع اول سيجاره جربتها وحسيت فعلا بالاحساس بتاع التريح ده مع كل نفخه بتنفخها، كانت المشاعر قويه جدا والموضوع كان مقنع بالنسبه لعقلك وبالتالي صدقه، فما كنتش محتاج انك انت تكرره كتير. يبقى العقل اللاواعي بيشتغل بطريقتين، يا اما التكرار يا اما المشاعر، والمشاعر دي بقى هي الفيصل في كل حاجه بتحصل لنا من اول الامراض لحد الشفاء منها. وعلشان ما نتلخبطش كتير في الكلام ده، خليني اقول لك انك انت لو عايز جسمك يشتغل بشكل كويس جدا ويبقى عنده القدره ان هو يعالج نفسه بنفسه، لازم تدي امر لعقلك اللاواعي ان هو يقوم بالدور ده وان هو اللي يبقى مسيطر على كل خلايا جسمك. ثانيه واحده، انت من شويه قلتي ان العقل اللاواعي هو اصلا اللي بيتحكم في الحاجه، ازاي انا اللي هديله الامر؟ ما هو يا سيدي الفاضل ان عقلك اللاواعي ممكن ياخد اوامر من عقلك الواعي، فاكر طريقه التكرار اللي احنا قلناها من شويه؟ طب يعني ايه اصلا ادي امر لعقلي اللاواعي ان هو يبدا هو يسيطر ويخلي الخلايا بتاعتي تشتغل؟ بمنتهى البساطه كده زي ما هقول الجمله، ابدا شيل منه الحاجات السلبيه الغلط اللي انت اصلا زرعتها فيه. زي المثال بتاع التدخين هيساعدني على ان انا اطلع الغضب اللي جوايا، ودي بقت قناعه وحاجه عقلك مقتنع بيها وبتنفذها بمنتهى السهوله. هل هي صح؟ لا طبعا، دي بتدمر جهازك المناعي بشكل كبير جدا. وخد بقى على كده كل الحاجات اللي احنا بدانا نحشرها في عقولنا بشكل لا ارادي وبشكل احنا مش عارفينه، سواء من احتكاكنا مع الناس، سواء من تعاملاتنا مع البيئه المحيطه بينا، او سواء حتى من السوشيال ميديا اللي احنا بنتفرج عليها كل يوم والتاني ومليانه اخبار كتيره جدا بتجيب للواحد الهم والغم والاكتئاب وتحسسه قد ايه هو عايش في بيئه وعايش في واقع يا ريتنا نخلص منه احسن. فيبدا جسمك يتفاعل على قد الامر اللي انت اديته له. ايه ده، مش عاجبك الواقع يا سعاده الباشا وعايز تتخلص من كل الحاجات المقرفه اللي حواليك؟ يلا انا هديلك امراض تعيشك ليل ونهار مسحول فيها، ما بتفكرش في البيئه اللي انت اصلا عايز تهرب منها، وقريب جدا جسمك هياخد القرار ان هو عايز يريحك من كل المشاكل اللي انت بتمر بيها، وساعتها انت عارف هيحصل ايه. وبما اني دكتوره سنان، خليني
خليني اربط لك الموضوع ده بالسنان شويه. انت عارف انك انت لو بتمر في يومك بحاجات كتيره جدا خلتك مضغوط او خلتك حاسس انك انت تحت ضغط، ومديري بيضغط عليا، البلد ووضعها الاقتصادي والوضع المادي بيضغط عليا، المدام في البيت معكننه عليا وحاسساني ان انا طول الوقت تحت ضغط، ده بيخلي العصب بتاع سنانك او بتاع ضروسك يبقى مضغوط بشكل كبير جدا جوه الضرس نفسه، فتحس ان دماغك هتطق او هتحس بصداع هيفرتك دماغك من كتر الضغط ده. وكتير جدا بتبدا تسال نفسك يا ربي هو هيبقى ضغط في الشغل وضغط في البيت وكمان سناني، هي ليه يا ربي المصايب كلها بتيجي مره واحده كده؟ وفي الاول وفي الاخر السبب اصلا مش جاي من ضرسك، الاول والاخر السبب جاي من مخك، من الحاله اللي انت عايشها او من الوضع اللي انت عيشت نفسك بيه واقنعت عقلك اللاواعي ان هو يتبناه. لو انت شخص بتمر باي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها من شويه دي، او بتحصل لك ما بين وقت للتاني وعايز تبقى قادر انك انت تتخلص منها بشكل كبير وما تبقاش هي اللي مسيطره عليك، يا ريت تتابع الفيديوهات الجايه لان هو ده اللي هندخل فيه بتفاصيل اكتر.